بالنسبة للمسجد العتيق قرية الجامعة عملت بمسيغ. سيدنا نصره الله عطى الانطلاقة ديالو 3 أكتوبر 2014. تم التشغيل ديالو بناء شركة جديدة ضربت الصلاح ديالها هنا 400 مليون وبقات 800 مليون. فسخوا مع العقد. من فسخوا مع العقد الشركة جات شركة أخرى جديدة، جات جمعت التوتال ديالها طلبت مليار و700 مليون. من مليار و200 مليون بقات 800، خاصهم 900 مليون. ناضوا وزارة الجيز حطوا الفلوس في وزارة المالية وبقى الحال هو عليه. الميزانية ما عرفنا امتى غتجي هاد الميزانية جديدة، واش 2017 ولا 2018 الله اعلم. هذاك الشيء كيبقى الامور ديالهم هما معلقة بالمسجد العتيق. حنا كنطالبوا، حنا الساكنة كنطالبوا بالمسجد التبنانية. بالنسبة للرجال الكبار عنده 90 عام و100 عام فين غادي يمشي يصلي؟ عندي 30 عام وانا في الدرب في الحي، والمسجد حدايا ما كنفوتش فيه حتى 2 دقائق باش كندخل للمسجد. وفي 2006 طاح منه واحد الطرف، من تما جات العامل والناس المكلفين جاو سدوه. من ديك الساعه لحد الان في 2013 عطاو الانطلاقه ديالو باش عاوتاني يتبنى، ما داروا فيه حتى شي حاجه. ونتمنوا من الله سبحانه عز وجل دابا يبروا بنا بهذا المسجد، وهذا الشيء اللي كنتمنوا لكم ان شاء الله الرحمن الرحيم، والكمال على الله. الميزانية ما عرفنا امتى غتجي الميزانية الجديدة. هذه العملية تندرج في إطار برنامج تأهيل وترميم وإعادة بناء المساجد، برنامج اللي وضعه وزارة ديال الأوقاف والشؤون الإسلامية. احنا وزارة التجهيز والنقل باتفاق أو تنفيذا الاتفاقية مع هذه الوزارة تنقوم بالإشراف التقني والتنفيذ ديال هذه العمليات ديال الترميم، الاستصلاح ولا إعادة بناء ديال المساجد. عندنا مجموعة العمليات، عشرات العمليات الآن اللي تنجز على مستوى الدار البيضاء. كاين منها اللي تنجزات وكاين اللي في طور الإنجاز. بالنسبة للعملية اللي تنتكلموا عليها اليوم ديال إعادة بناء مسجد العتيق، فانطلقت الأشغال في أواخر 2014. المقاولة اللي كانت مكلفة بالأشغال ديال إعادة البناء ما وفتش بالالتزامات ديالها على مستوى احترام الآجال، توجه لها إنذارات في هذا الإطار تطبيقا للنصوص اللي تتنظم الصفقات العمومية. تم فسخ الصفقة معها وتم تمرير صفقة مع مقاولة أخرى. تفوضات الاعتمادات ديال هذه العملية وتفوضات الاعتمادات المالية، والصفقة تأشر عليها من طرف الخازن الإقليمي، وهي الآن في طور المصادقة. الأشغال إن شاء الله غادي تنطلق في غضون النصف الثاني من شهر يوليوز، على أن تنتهي خلال 12 شهر من انطلاقها إن شاء الله.